الفنان بلال مارتيني تامر فياض في مسلسل كريستال. بدايته الفنية من السينما واشتهر بشخصية فخري في باب الحارة. تعرفوا على جنسيته وعمره الحقيقي وشاهدوا حقائق ومعلومات لا تعرفونها عنه. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شاب وسيم يرى أن طريق النجومية صعب ويحتاج إلى تراكم من العمل والاجتهاد والتعب، بحيث لا يمكن لدور واحد أن يضع الممثل على طريق النجومية. يؤمن بأن ما يعنيه هو أن يكون ممثلا جيدا أكثر من تحقيق النجومية، لأن صناعة الاسم ذي البصمة الخاصة في عالم التمثيل أهم من الوصول إلى النجومية. ولد الفنان بلال مارتيني بتاريخ 3 يونيو عام 1991. ولد الفنان في دمشق في سوريا. جنسيته سوري. امتاز الفنان السوري بلال مارتيني بموهبته وأدواته التمثيلية المتمكن منها، واستطاع بوقت قصير جدا أن يدخل المنافسة مع الفنانين الشباب. بدأ يمارس التمثيل كهواية في الأنشطة المدرسية ومع بعض فرق الهواء المسرحية، واستطاع أن يثقف نفسه فنيا بكثرة المشاهدات في السينما والتلفزيون والقراءة للأدباء. في عام 2011 اختاره المخرج جامل للمشاركة في فيلم همسة حجر، وفي عام 2012 تقدم لاختبارات المعهد العالي للفنون المسرحية واجتازها وأصبح طالبا في المعهد. في عام 2013 اختاره المخرج محمد ملص للمشاركة في فيلم سلم إلى دمشق، حيث جسد شخصية المخرج الشاب فؤاد. في عام 2016 تخرج من المعهد وكان مشروع تخرجه مسرحية تكرار، وفي نفس العام قدم أول أدواره التلفزيونية حيث جسد شخصية تايم في مسلسل أحمر. شارك الفنان بلال مارتيني في عدد من المسلسلات السورية ومسلسلات الدراما العربية المشتركة، ومنها مسلسلات وردة شامية وقناديل العشاق وبقعة ضوء الجزء 13 وحكم الهوى عام 2017. وأيضا مسلسلات وهم وروزنا ووحد ومضات وناس من ورق وبقعة ضوء الجزء 14 وباب الحارة الجزء 10 والعاشق صراع الجواري والحرم لك عام 2019. شارك أيضا في مسلسل دارين ومسلسل ولد وبنت وعشرية انتقام بارد ببساطة الجزء 2 والحرم لك الجزء 2. وشارك في مسلسلات باب الحارة الجزء 11 وبناية هب الريح وضيوف على الحب وعلى صفيح ساخن وسلسلة أسرار وسقار. أما في السينما فشارك في عدة أفلام، منها فيلم دمشق حلب عام 2018 وفيلم أنت جريح. صرح الفنان بلال مارتيني في لقاء قصير أنه ارتبط عاطفيا لكن الأمر انتهى بالانفصال، لذلك قرر أن يؤجل أمر الارتباط العاطفي حاليا ليصب كل تركيزه على مسيرته الفنية. يعتبر بلال مارتيني أن أجمل لحظة في حياته هي لحظة قبوله طالبا في المعهد العالي للفنون المسرحية، لأنه شعر بأن شغفه بدأ يتحقق أخيرا. ويرى أن أكثر صفة سلبية فيه هي العصبية، أما الصفة الإيجابية فهي كونه شخص مرح ومحبوب من الآخرين. قيل أن دور العقيد معتز عرض على الفنان بلال مارتيني بعد انسحاب الفنان وائل شرف، لكنه رفض الدور.
وقد رأى حينها أن شخصية معتز يجب أن تكون لممثل أكبر منه، وبالفعل ذهبت للفنان مصطفى سعد الدين. وعن مشاركته في باب الحارة مؤخرا كشف مارتيني في لقاء أنه شارك بغرض الانتشار عربيا. فبعد أن سافر لعدد من دول الخليج رأى إذا منك ممثل بباب الحارة فأنت منك عامل شي بحياتك على حد تعبيره. وقد أشار إلى أنه قرر أن يجسد أي شخصية في المسلسل ليضمن الانتشار، فوافق على الفور عندما عرضت عليه شخصية فخري، ولا يستبعد أن ينسحب من العمل بعد ذلك. خلال الشهر الأول من العام 2020 تعرض بلال مارتيني لشائعة وفاة، فلقد وضعت العديد من المواقع صورته على خبر وفاة الممثل محمد بلال. فظن الناس أنه المتوفى من دون أن تقرأ الخبر. وحول شائعة وفاته قال في أحد اللقاءات: أعتقد أن الغلط الذي حدث حول شائعة وفاتي مقصود ومدبر. فاختيار صورة لي ووضعها على خبر وفاة شخص آخر أمر ليس بريئا، لكن يمكنني أن أقول إن هذه الشائعة جعلتني أعرف كم المحبة التي أحاطتني من الأهل والعائلة. وكذلك من الوسط الفني، فقد تلقيت مئات الرسائل والاتصالات للإطمئنان أن الخبر كاذب وهذه المحبة تكفيني بالرغم من بشاعة الخبر، وخصوصا عندما يتلقاه محبوك. لم يتأثر بلال مارتيني بأحد من الممثلين، إنما كان معجبا بمن لديهم قدرات استثنائية في التمثيل مثل بسام كوسة وسلم حداد وباسل الخياط. يتمنى لو يستطيع تجربة كل الأنواع الدرامية، لأن الشغف بداخله يدفعه لأن يجرب كل ما هو جديد عليه. يرى أن الفنانين الشباب لا يمكن أن يسدوا كل الفراغ الحاصل من مغادرة بعض النجوم من الخارج جراء تفاوت الأعمار بينهم، ولكن هذه الحالة أتاحت الفرص لعدد من الممثلين بأعمار متوسطة ليأخذوا مساحة أكبر في الأدوار التي يلعبونها.